ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية الشعلة هي أحسن جمعية حضرت معهم المخيمات، كانوا من أحسن المخيمات اللي مشيت لهم. وتحية شعلوية لجميع الأطر اللي كيسهروا على هذا النشاط الجمعوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا جمعية الشعلة هي أحسن جمعية شفتها بعدا. أنا أصلا أنا كنت مع جمعية السرابين وجيت لجمعية الشعلة على خاطر ما كانش بحالها، متحدين متفاهمين ودايرين يد في يد وكينشطوا الناس. هادشي اللي بغيت نقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية شعلوية للجميع. بداية كنبغي نعرف تاريخ جمعية الشعلة. تاريخ جمعية الشعلة كما كنشوفوا، جمعية الشعلة تأسست في 17 أبريل سنة 1975 ودامت حتى ليومنا هذا 2016. وكما كانت جمعية في المستوى وكانت الطوب، كاع ما تشدوا في هاد السنوات، طيل هاد السنوات 40 سنة، راه في 41 سنة ليومنا هذا. اليافعين. جمعية الشعلة هي بالنسبة لي كل شيء، هي دارنا، هي كل شيء كنرتاح فيها، كنستمتع بها بالأوقات ديالي. السلام عليكم. تحية شعلوية للجميع. المهم كما كتعرف جمعية الشعلة غنية عن التعريف، وانا كنعتبرها يعني امي الثانية، لحقاش علمتني بزاف ديال الحوايج وقدرت من خلال الجمعية نثق في راسي. وقدرنا عبر الجمعية نعرفوا الناس على برا كيفاش كيقراو وكيفاش عايشين عبر القافلة التربوية اللي درناها في الفودة، وقدرنا نتعرفوا على ناس زوينين بزاف وظريفين وكانوا كثر من خوتنا. أول حاجة غادي نديرها هي أن جمعية الشعلة للتربية والثقافة جمعية وطنية ذات مستوى عالي، وانا ما غاديش نتحدث على جمعية الشعلة على الصعيد الوطني، بانني انا منتميه لفرع وجده. كنهضر بان جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع وجده جمعية نشيطة بشهادة الجميع، بشهادة الجمعيات اللي موجودة هنا في مدينة وجدة، بشهادة المكتب المركزي والمكتب الوطني ديال جمعية الشعلة للتربية والثقافة. كنحيي جميع الشباب، جميع الأطر، جميع الأطفال، جميع المنخرطين والوافدين لجمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع وجدة. كنحييهم تحية شعلوية جمعوية وثقافية تربوية. الشعلوية لجميع الإخوان والأخوات. تعتبر جمعية الشعلة للتربية والثقافة من الجمعيات الفاعلة والنشطة والجادة على الصعيد الوطني، لأن تاريخ الشعلة اللي يمتد لأكثر من 40 سنة، وهذه الاستمرارية والأطر اللي نجبتهم جمعية الشعلة على الصعيد الوطني، تعتبر جمعية الشعلة الآن رائدة في العمل الجمعوي بالمغرب.